طب حد ممكن يجي في باله ايه علاقه الايكونومكس بالماركتنج؟ يعني ايه علاقه الاقتصاد بالماركتنج؟ اعمل بيها ايه؟ انا واحد بسوق وبكتب كونتنت وبعمل الكلام ده كله، فليه اعرف بالظبط. عن الايكونومكس او الفاينانس؟ بص هو ده انا بالنسبه لي اللي هو الشخص زي ما قلت لك اللي هو الاستراتيجيست اللي هو عايز ما يتمش استبداله بسهوله، مم. عايز يبقى عنده فكر مختلف عن اي حد ماركتير مجرد بينفذ خطط او بينفذ افكار. فهو فكره ان هو كمان يكون دارس الحاجات الاقتصاديه او المعرفه الادنى من الاقتصاد اللي هي مرتبطه بالتسويق، زي ايه مم. مثلا؟ زي ان انا ابقى عارف ان القدره الشرائيه للناس في الوقت الحالي اللي هي بتسمى في الايكونومكس purchasing باور بتقل نتيجه لظروف اقتصاديه صعبه بيمر اوكي. بيها العالم كله، بيمر بيها مصر في نفس مم. الوقت. لما بيحصل انفليشن تضخم، لما بيحصل تعويم، فده معناها ان الرفاهيات اصبحت اصبحت مش اساس. مش الاساس بالنسبه صح. للناس. الناس هتبدا تبص على الاساسيات مم. اكتر من انها تبص على الرفاهيات. حلو. فبالتالي ان انا كنت بقول عليهم كلاس ايه هم نزلوا طبقه اجتماعيه اقل، مم. واللي انا كنت بقول عليهم بي هم نزلوا طبقه اجتماعيه اقل. مم. فبالتالي ما ينفعش ان انا استهدف ساعتها نفس الناس بالرفاهيات مم. على سبيل المثال، وما ينفعش ان انا اركز اكتر على الرفاهيات واسيب الحاجات الاساسيه. فانا مم. بالتالي حتى قرار المنتج نفسه اللي اسوق له وقرار الحاجات اللي احنا هنشتغل فيها هو مرتبط بالاقتصاد بشكل بالايكونومكس كبير. اه. ده مثلا مثال. حلو. المثال التاني فكرة المرونة. أنا لما يجي صاحب الشركة يقول لي أنا هرفع الأسعار، فأنا لازم أشوف أصلا الإلاستيستي بتاعة المنتج. هل لما أرفع المنتج بتاعي سعر مم. المنتج بتاعي بقيمة مثلا 50 جنيه، مم. اللي هو مثلا بقيمة 30%، هل المبيعات أو هل الطلب هيقل بنفس النسبة 30% ولا هيقل بنسبة أكبر؟ لو مم. هيقل بنسبة أكبر ده معناها إن في خطر أصلا كبير جدا إن أنا أنزل سعر المنتج. مم. ففي الحالة ديت لا، أنا أفضل إن أنا ما أنزلش سعر المنتج، لأن مم. المنتج بتاعي أصلا منتج يعني مرن. صح. الأول لما يحصل فيه انخفاض أو ارتفاع في سعر الحاجة هينخفض الطلب بشكل كبير جدا. مم. فبالتالي لازم ان انا اكون بركز على اقدر ان انا ارفع السعر في الحاجات اللي هي ملهاش بديل او مم. منتجات الالاستيستي فيها ضعيفه جدا. فانا بالتالي ساعتها مم. لو انا غليت مثلا سعر السكر، سعر الزيت، سعر الرز، مم. الحاجات دي بدائلها قليله والناس كده كده هتشتريها، فانا حتى لو رفعت السعر الطلب مش هيقل بنسبه كبيره. مم. واعتقد وممكن تصحح لي برضو ان الحاجات دي اعتقد برضو مهمه للداتا اناليست. يعني مهم الداتا اناليست يكون فاهم برضو الماركت عامه جدا وفاهم الكلام ده جدا. كله، مش الداتا ماركتير اناليست هو في بس. الاخر اللي ياخد الداتا ديت، هو اللي هيبدا بالظبط. يحللها. مم. بالظبط. بس هي مقصود بيها ان هي اصلها مصطلحات اقتصاديه، بس هي مم. كلها بتمر على الداتا حلو قوي. اناليسيس. عندك مثلا فكره اليونت ايكونومكس، لما انا ابقى حاسب ان انا العميل الواحد بيكلفني قد ايه، وتكلفه الكاك الكوست بير اكوزيشن. مم. هي مصطلحات مرتبطه بالماركتنج بالماركتنج اه. ومرتبطه برضو صح. بالايكونومكس. ان انا ابقى اشوف العميل ده بيكلفني قد ايه، مرتبطه حتى بالفاينانس. صح. واشوف هو في الاخر بيكسبني قد ايه وبيكسبني كم مره، صح. واحسب الكاستمر لايف تايم وبرجع لي كم فاليو. مره وهكذا. هو انا مثلا خسرني اول مره عشان خاطر اجذب العميل ده ويشتري صح. معايا، بس هو في الاخر ما اشتراش مني، فهو كده مم. خسرني. بس لو مم. اشترى مني 3 4 مرات هو كده فبالتالي فعلا كسبني. بيعوضني، حلو قوي. وبيبدا ان هو يكسبني مثلا المره الثانيه او الثالثه. مم. فحتى الكاستمر لايف تايم فاليو والحسابات دي كلها هو مهم جدا ان هو مم. يكون عارفها. حلو.